عمرك سألتي نفسك الماسكارا البني هتليق علينا ولا لأ؟ تعالوا نجرب كده ونشوف. انا جبت الماسكارا دي من كاترس، نازله جديد عندهم، واللي عجبني فيها ان البني بتاعها فاتح كده، فمختلفه شويه عن الاسود، فعايزين نشوف بقى هتبان علينا ولا لأ، وخصوصا مع الشعر الغامق. انا كده حطيتها اول طبقه على طول، وما كنتش عامله كيرل الرموش، يا ريتني كنت عامله علشان كانت تبان تأثيرها اكتر. ودي اول طبقه من الماسكارا، حسيتها لونها بني محمر، عجبني قوي بصراحه. هو بس الليبستيك اللي ما كانش لايق خالص على الموقف، بس الماسكارا كانت شكلها مختلف جدا جدا. انا حبيت اوريها لكم كده في الشمس وفي الظل وفي كل وقت، علشان تقدروا ان انتوا تحددوا معايا اذا كانت باينه ولا لا. انا بصراحه حسيت انها باينه جدا جدا في عيني، ومديه شكل كاني رسمه كحل بني او عامله اي شادو بني، مع اني ما كنتش عامله اي شادو ولا اي كحل في عيني. بصوا شكلها، عامله ظل حلو قوي قوي بصراحه. بس يعني هي مش زي الاسود، يعني القوام بتاعها نفس التقل ونفس الكثافه، بس برضو هي اهدى من الاسود. وده كده انا حبيت اوريها لكم وانا رايحه الشغل، واوريكم شكلها وهنا وانا راجعه بعد اليوم كله. ده كان شكلها، ما فتفتش تحت العين وما عملتش اي حاجه. قولوا لي ايه رايكم في الماسكارا البني، ويا ترى كانت باينه في عيني ولا لا؟ واصلا انتوا بتحبوا الماسكارا الملونه ولا لا؟ تحبوا نجرب لون جديد غير الاسود في الماسكارا الفيديو الجاي؟ اكتبوا لي تحت في الكومنت. باي.